الطاجن اللي مش هتستغني عنه في العيد، طاجن الكوارع. هنعملها كده بطريقة صحية وسهلة جدا، وهنحط معاها كمان اضافة كده علشان يعني تزيد الكمية معانا، وهتبقى كده بطريقة ولا اروع. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كمان هناكلها من غير تلزيق ولا اي حاجة. عندي هنا الكوارع غسلتها ونقعتها كويس في مية وملح وليمون وورقتين كده من اللورة ساعتين كده، وبعدين اشطفها وعلى مية سخنة، وهبدأ احطها مية بتغلي. عندي هنا ورق اللورة، وعندي عود من القرفة، وعندي بصلاية كده هحطها، وحبتين كده من الفلفل الاسود الصاحي مش ناعم، ومعلقة كبيرة من السكر، وسبع حبات من نوى البلح، ده هيسرع في التسوية كويس قوي. وعندي هنا بقى هسيبها بقى على النار تستوي براحتها خالص. عندي هنا بقى الطماطم حطيتها في الكاتل كده عشان تسرع معايا السوا. بدأت ان انا اديها غلوة، واعمل لها صدمة. دلقت طبعا المية السخنة، اعمل لها صدمة بمية باردة، وهبدأ اشيل القمع اللي في النص دوت واقشرها، واحطها في الخلاط، وهضربها بقى في الخلاط، هتبقى معايا زي الكاتشب بالظبط، جميلة جدا. هنا بقى عندي معلقة من زيت الزيتون، عندي هنا زيت زيتون عتيق بسم الله ما شاء الله جميل جدا، من زيت الزيتون اللي هو الفريش الاكسترا ما شاء الله جاي من سينا، ممتاز. عندي هنا الطماطم نزلت بيها على زيت الزيتون، وحطيت معلقه سكر ومعلقه ملح، وبدات ان انا بعد ما تتسبك هنزل بكيس كده من الطماطم، صلصه الطماطم الجاهزه اللي هي الغامقه، او لو عندك برطمان كده حطي معلقتين. الكوارع استوت بقى بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، بقت طريه جدا وسواها كويس بسبب ان احنا سرعنا، حطينا معلقه سكر، حطينا نوى البلح، المنكهات الحلوه اللي خلت ريحتها حلوه. بس طبعا كل ده هنشيله دلوقتي. صفينا كده، طلعنا الكوارع لوحدها، شلناها من الشوربه، وبدات ان انا اصفي الشوربه من كل الشوائب اللي فيها، وحطيتها على جنب كده عشان هستخدمها دلوقتي. عندي بقى هنا همسك الكوارع هقطعها كده بالسكينه، تقطعيها مكعبات، قطعيها زي ما انت عايزه، فصصيها كده عادي، خليها قطع كبيره قطع صغيره زي ما انت عايزه. تمام. ما ننساش كمان ننزل النخاع اللي في العظم، ده مفيد جدا. معلقه كده، معلقه صغيره خالص من السمنه البلدي، وبدات ان انا احط البصل، قد بصلتين 3 كده، هقطعهم بالشكل ده. البصل يا جماعه من المسموحات عادي اذا استوى في الاكل، تمام، لان مش هناكله كده، هنسويه وهيطبخ تمام يعني. عندنا هنا شوحناه مع بطاطستين كده متقطعين مكعبات كبيرة، وهبدأ ان انا اشوحها كده تشويحة صغيرة خالص. هنزل كده بحبتين كده 3 كانوا عندي من الزيتون، التريكات الزيتون دي حلوة جدا يعني. وبدأت ان انا احط مغرفة كده من الصلصة اللي احنا عملناها، صلصة بيوريه خالص وناعمة جميلة جدا. هنزل بشوية كده قد مغرفتين 3 من الشوربة، شوربة الكوارع، على القوام بتاعي دوت. بدأت بسم الله ما شاء الله يعني تعديها غلوة كده، يعني تاخد وتدي مع بعض. وهنزل في الطاجن، لا يا اما تحطيها كلها في طاجن كبير، او تحطيها في طواجن صغيرة زي ما انا عملت كده. هسقيها بقى بالصوص كده، وهبدأ ان انا اخدها على الفرن في الرف اللي تحت، وهولع معاها الشواية، وهتطلع معايا بالشكل ده بسم الله ما شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير.